من أكتر الحاجات اللي بتميز برنامج سينما 4D هو الأنيميشن. تعالوا ناخد تجربة أول أنيميشن لينا في برنامج سينما 4D. يلا بينا. أول حاجة ألاحظها لما باجي أفتح أي بروجكت جديد في سينما 4D إن البانل دي اللي هي الاتريبيوت مانجر بتبقى واقفة على حاجة اسمها بروجكت سيتنجز، وبيبقى بالأخص مفتوح على حاجة اسمها تايم. يعني طبعا كل حاجة من دي بتبقى فاتحة سيتنجز معينة، بس خلينا بشكل مبدئي هو دايما بيبقى فاتحها على التايم، ودي السيتنجز بتاعت البروجكت ككل. فهلاقي هنا اول حاجة FPS، والاف بي اس دي اختصار للفريم بير سكندز، يعني عدد الفريمز اللي في الثانية الواحدة. وهلاقي هنا بروجكت تايم، وهلاقي حاجة اسمها تايم مينيمم، تايم ماكسيمم، بريفيو مينيمم، بريفيو ماكسيمم. ايه الارقام دي؟ لما ابتدي اتكلم عن الانيميشن هتظهر لي بانل جديدة او تظهر لي حاجة جديدة اسمها التايم لاين. التايم لاين ده البانل او المساحة الجديدة اللي انا ببتدي اتحكم فيها في كل البارامترز او في كل الحاجات اللي انا هحركها عندي. هلاقي اهو عندي ده تايم لاين. الارقام دي اسمها فريمز، دي مش ثواني، لان الثانية بيبقى فيها عدد فريمز معين. عدد الفريمز اللي في الثانية الواحدة هو ده بيبقى الفريم بير سكندز او عدد الفريمات اللي في الثانية الواحدة. فلو بصيت هنا على ال FPS هلاقي 30. ال 30 دي معناها ان الثانية الواحدة بيبقى فيها 30 فريم. طيب لو انا عايز اكبر التايم لاين ده عشان تشوف فيه تفاصيل اكتر، هاجي اضغط على الزرار ده او الايقونة دي، هلاقي هنا فتح لي التايم لاين. زي ما انا شايف هنا كده عندي اهو ارقام 0 5 10 15 وهكذا، فلاقي كل دي كده عدد الفريمز. طيب الارقام دي اللي هي بقى البروجكت تايم والتايم مينيمم والماكسيمم. البروجكت تايم ده 0، ده معناه ان انا واقف بالكرسر ده او واقف بالسهم ده على الفريم رقم 0. فبص لو انا جيت حركت ده كده هلاقي ان الرقم اللي انا واقف عليه، رقم الفريم ده معناه ان انا واقف على الفريم رقم 39. طيب المينيمم والماكسيمم ده معناه ان الانيميشن بتاعي الوقت هيبتدي من الفريم رقم كام للفريم رقم كام. فهنا هبتدي من الفريم رقم 0 لحد الفريم رقم 90. ده معناه ان التايم لاين ده كله بتاعي المدة بتاعته 90 فريم. طيب ممكن الاحظ حاجة بس صغيرة كده، ان انا هلاقي في خط ابيض بالطول هنا، في خط ابيض بالطول هنا، في خط ابيض بالطول. المساحة دي كده ثانية، والمساحة دي كده ثانية، والمساحة دي ثانية. هلاحظ ان الثانية واقفة عند رقم 30. لو خدتوا بالكم احنا اتفقنا من شوية ان البروجكت 30 فريم في الثانية. طيب لو انا جيت دلوقتي غيرت ال FPS ده خليته 25، بصوا ايه اللي هيحصل. هلاقي ان نفس السهم ده او نفس الخط ده بقى واقف عند 25، والخط ده بقى واقف عند 50، والخط الاخير بقت عند 75. يعني المساحة دي تقريبا كلها 3 ثواني. فلما جيت خليت دي 30، فده معناه ان ال3 ثواني هيبقى الانيميشن كله 90 فريم. لو خليت ال FPS 25، فالتايم كله اللي هما ال3 ثواني هيبقوا 75 فريم. على حسب انا هشتغل فريم ريكة، يعني دايما اغلب الفريم ريتس اللي احنا بنشتغل يا 30 او 25، او على حسب لو انا عايز اعمل حاجة سموز اكتر بشتغل 60. طبعا كل ما عدد الفريمز اللي بتزيد في الثانية الواحدة كل ما بيخلي الانيميشن بتاعي انعم. فخلينا نرجعه 30 تاني عشان نبتدي نشتغل 30. تمام. طيب لو انا خفيت ده كده، ده عندي الفيو بورد. طيب ازاي بدي كي فريمز؟ خلونا نبتدي بحاجة بسيطة، ان احنا ازاي نتعلم ندي بس كي فريمز لأبسط الحاجات. يعني اي حاجة في البرنامج، لو انا جيت هنا مثلا جبت سفير، والسفير دي صغرتها كده شوية خليتها مثلا بالحجم ده، لو وقفت على السفير هلاقي اي بارامتر او اي حاجة جنبها شكل الدايموند ده او شكل المربع المقلوب شوية ده بيبقى اسم شكل، ده اسم شكل دايموند. اي حاجة لو جيت ضغطت عليها بالشكل ده كده، فاي حاجة جنبها الشكل ده اقدر اعمل لها انيميشن. فانا لو جيت هنا الراديوس، يعني السفير دي نص القطر بتاعها 25 سنتي، هلاحظ هنا ان في علامة صغيرة ظهرت هنا
ده معناه ان انا سجلت كي فريم هنا. طيب يعني ايه كي فريم اصلا؟ عشان الكلمة دي بنسمعها كتير. الكي فريم هو ان انا بدي قيمة معينة لبارامتر معين في وقت معين. طيب يعني ايه؟ يعني انا بقول له ان انت دلوقتي السفير دي عند الفريم رقم 0 الراديوس بتاعها 25 سنتي. طيب لو انا جيت دلوقتي عند الفريم رقم 30 ولو انا قلت له خليلي الراديوس ده 50، طيب هلاحظ هنا ان الراديوس الكي فريم كان لونه احمر، دلوقتي بقى لونه اصفر. لو انا جيت حركت التايم لاين تاني، خلي بالكوا عشان دي من الاخطاء الشائعه اللي بتحصل، ان انا ممكن ابقى عايز احرك حاجه ولا الحاجه مش هتتحرك معايا. ده بيحصل بسبب ان انا لو انا جيت حركت ده كده خلاص هو ما سجلش كي فريم، فالراديوس هيرجع للرقم الاصلي بتاعه. فلو جيت دلوقتي على 30 قمت جاي عند الفريم رقم 30 وزودت مثلا الراديوس، خليته الرقم ده او اي رقم مش لازم 50، يعني حتى لو زودت كده ودوست على الراديوس تاني، يعني انا هحتاج ان انا اضغط ضغطة كمان هلاقيه سجل لي كي فريم تاني. بص بقى لو انا جيت عملت كده هلاقيه ان هو حجم الكورة بيتغير بالشكل ده. فيبقى ببساطة عشان انا ادي اي كي فريم فانا محتاج اقف عند التايم معين. يعني انا مثلا ممكن بعد هنا اجي عند الكي فريم رقم 40 او اجي عند الفريم رقم 40 لو انا عايزها مثلا تبقى اصغر، يعني هي كانت صغيرة بعدين كبرت بعدين بقت اصغر. فلو جيت رجعت ده كده تاني واضغط ضغطة كمان، لو جيت شغلت هلاقي اهو بيكبر وبيصغر بيكبر وبيصغر. طيب لو انا عايزه مثلا بيكبر بعدين بيثبت بعدين بيصغر، فانا هحتاج ان انا اجي بعد الفريم 30، انا ممكن اجي ارحل ده كده شوية واجي ممكن اجي اخد ده كده ادوس على كنترول واسحب عشان ياخد منه نسخة. فده معناه ان هنا كان قيمته، لو انا وقفت على السفير اهو الراديوس هنا اللي هو الرقم ده وفي المسافة دي هو نفس الرقم، فده معناه ان الحاجة هتفضل ثابتة بعدين هتبتدي تصغر تاني بالشكل ده. طيب فده في لو انا هعمل انيميشن مثلا للراديوس. طيب هل اقدر اعمل انيميشن لاي حاجة تانية؟ طبعا زي ما اتفقنا اي حاجة او اي بارامتر جنبه الشكل ده اقدر ان انا اعمل له كي فريم. طيب لو انا عايز اشوف التايم لاين بشكل اكبر، اتفقنا ان انا هضغط هنا هلاقي ان انا هنا اهو جايب لي السفير. ده معناه ان السفير واخده كي فريمز، هلاقي اهو كي فريم دي الاماكن اللي انا اعمل لها كي فريمز بتاعتي. ولو جيت فتحت هلاقي جنب السفير هنا في علامه بلس، لو انا ضغطت على العلامه دي هلاقي ان هو بيقول لي ان انت محرك ايه في السفير. ما هو السفير ليها بارامترز كتير، طيب انا محرك ايه فيهم؟ انا ممكن احرك اكتر من حاجه، يعني ممكن احرك الراديوس بتاعها، ممكن تبقى الراديوس بتاعها بيتحرك بيكبر قصدي وفي نفس الوقت السفير بتتحرك. طب ممكن تبقى تتحرك في اكتر من اكسس، طيب ده بيحصل ازاي؟ فهلاقي هنا ان الراديوس اهو في كي فريمز. طيب من ضمن الحاجات اللي مش عايزها برضو تلخبطنا، الخط الاولاني ده اسمه سامري. لو انا عندي اي اوبجكت جيت حركت اديته كي فريمز فهو بيحط لي كي فريمز في الشكل ده. طيب ازاي؟ لو انا جيت مثلا تعالوا ننزل ده كده تاني، احنا اتفقنا ان الانيميشن بتاعنا اهو طبعا حاجة سيمبل جدا بس عشان احنا في البداية. لو انا جبت مثلا كيوب بالشكل ده حركه مثلا كده وبرضه هصغره شوية. لو انا جيت مثلا قلت ان دي السفير دي بتكبر كده، بعد ما السفير بتكبر وبتصغر عند مثلا الفريم 50 هاجي هنا على السايز في الواي واديله كي فريم، بعدين بعد 70 اديله كي فريم بالشكل ده. منساش اضغط ضغطة كمان عشان يسجل الكي فريم التاني. طيب تعالوا نشغل. طيب لو جينا فتحنا التايم لاين هنلاقي الكيوب واخد كي فريمز من الفريم رقم 50 للفريم رقم 70، والسفير واخدة كي فريمز من 0
ل30، بعدين الحركة ثبتت من 30 ل40، بعدين من 40 ممكن اقول اسحبه كده شوية عشان يبقى 65. طيب اللي انا كنت بتكلم فيه بقى من شوية فكرة السمري، ان انا هنا عند كل كي فريم هيحط لي كي فريم فوق، فده بيبقى زي لاين كده بيلم لي كده كل الكي فريمز اللي في البروجكت بيحطها هنا. فانا مش عايز ده يلخبطكم ان هنا يبقى ايه ده بتاع السفير ولا بتاع الكيوب، لا ما يلخبطنيش. في نفس الوقت لو انا جيت مثلا السفير دي، جيت هنا وجيت على البوزيشن مثلا في الواي، اديت كي فريم في الواي، بعدين قمت محركه كده لفوق شوية، قمت طبعا اول ما حركته في الواي فده بقى لونه اصفر اهو، فاضغط ضغط كمان معناه ان هو خد كي فريم في البوزيشن، فاضغط كده فبيتحرك وبيكبر في نفس الوقت وبيصغر. تعالوا نشوف التايم لاين، فهلاقي هنا السفير اهو، لو انا ضغطت ضغطة فلاقي ان البوزيشن واخد كي فريم والراديوس واخد كي فريمز برضه، والسفير نفسها يعني انا لو ضغطت ضغط على السفير هنا شايفين الخط ده كده برضو كأنها زي ليها زي السمري اللي انا لسه اتكلمت عليه من شوية، ان انا هنا الكي فريم ده بقى في السمري اهو بتاع السفير، والكي فريم ده بقى في السمري بتاع السفير، وهكذا. فاعتقد احنا دلوقتي فهمنا الفكرة العامة بتاعت ان انا بس ازاي بدي كي فريمز. طيب هل في طرق تانية ان انا ادي فيها كي فريمز؟ لو حد بيشتغل افتر افكت ممكن يبقى الحتة دي بتلخبطه شوية، ان احنا في افتر افكت تعالى نفتح كده مثلا، لو انا جبت سفير تاني واديت هنا كده، تعالى نخلي مثلا دي 20 عشان تبقى صغيرة برضو، واديت هنا كي فريم، لو جيت مثلا عند 50 في افتر افكت او ممكن يبقى في برامج تانية، ان انا اول ما بزود ده كده هو اوتوماتيك بيسجل كي فريم. بس هنا ده ما حصلش، هنا محتاج ان انا اضغط ضغطة كمان عشان اسجل كي فريم. في الحقيقة دي حاجة في سينما 4 دي اسمها اوتو كي فريمنج. الاوتو كي فريمنج ده ان انا بقول له ان انا اي حاجة احركها على الوقت اللي انا واقف فيه سجل الكي فريم. ازاي؟ تعالوا ندوس كنترول زد كده تاني، احنا رجعنا اهو، انا اديت كي فريم للراديوس. لو انا جيت دلوقتي شايفين الزرار الاحمر ده اللي عليه حرف الايه، لو انا وقفت عليه كده شويه هلاقي في حاجه اسمها اوتو كي فريم او اوتو كينج. هضغط ضغطه كده هلاقي ان بقى في فريم احمر كده، ده بيقول لي خلي بالك ان الاوتو كي فريمنج شغال. فلو انا جيت دلوقتي مثلا عند الكي فريم رقم 10 او عند الفريم رقم 10 وزودت كده، هلاقي ان اوتوماتيك سجل لي كي فريم من غير بقى محتاج ان انا اضغط ضغطة كمان. طيب لو انا جيت شوية كمان قمت مصغر كده هلاقيه سجل كي فريم تاني، لو انا مشيت شوية قمت مكبر هلاقيه يسجل كي فريم. طيب هل انا دلوقتي لو جيت مثلا مشيت تاني كده وصغرت السفير هيسجل كي فريم؟ طيب لو انا حركت السفير او الكورة دي كده هل هيسجل كي فريم في الحركة؟ في الحقيقة لا، لان انا اصلا من البداية مش مسجل كي فريم للاكس بوزيشن او للواي او للزد. هو الاوتو كي فريمنج هيشتغل على البارامترز بس اللي انا ابتديت واديتها كي فريم في الاول. فلو انا كنت عايز ان انا لما احركه في الاكس يسجل كي فريم، فانا محتاج ان انا الاول ادي كي فريم للاكس، بعدين اقوم محركه كده فلاقيه اوتوماتيك حول لي كي فريم. طيب تعالوا نشغل واتحرك. طيب لو انا عايز ابطأ الحركة، وطبعا دي يعتبر بيزكس في الانيميشن، دي حاجة مش مرتبطة بسينما 4 دي، لان كونسبت التحريك يعتبر واحد في كل البرامج، ومهم جدا في الانيميشن ان انا ابقى فاهم انيميشن، ابقى فاهم البرنسبلز بتاعت الحركة، ابقى فاهم الايزنج، ابقى فاهم في الكيرفات. كل الحاجات دي فعلا بتبقى مهمة جدا، اهم من اني اكون بدي كي فريمز وخلاص. فانا لو جيت هنا وسعت المسافة دي شوية فهلاقي ان انا الحركة بتبقى بالشكل ده. طيب دلوقتي بعد ما عرفنا ازاي بندي كي فريمز، وعرفنا الفرق ما بين ان انا ادي كي فريمز بايدي وما بين الاوتو كي فريمنج، فاحسن حاجة ان احنا نطبق بقى على مثال يعني. ودايما الانيميشن محتاج ممارسة كتير،
كل ما هتطبق اكتر وكل ما هتحرك حاجات اكتر كل ما الدنيا تبقى احسن في الانيميشن يعني. طيب احنا عندنا شوت بسيط كده. احنا عندنا زي قاعدة اطلاق درونز كده مع شوية طيارات كده بشكل لطيف يعني وخفيف. فممكن الحركة تبقى حاجة زي كده. بعدين بتطير بالشكل ده، حركة بسيطة خالص عشان بس ازاي ندي كي فريمز للروتيشن للبوزيشن. يعني ابسط الحركات دلوقتي ان احنا دلوقتي ده عندنا الباب ده بيتفتح، بعدين الدرون بتطلع من تحت بلفة كده، بعدين المراوح بتشتغل، بعدين بتطلع وتتحرك في الاتجاه ده. طيب تعالوا نبص سريعا كده عن البروجكت نفسه، الاوبجكت متقسمة ازاي. هنخرج برا الكاميرا كده. احنا عندنا ده الديسك الكبير ده، عندنا البلاتفورم دي معمول للطرق ومعمول البرج ده، وعندنا الكام طيارة دول والجزء ده بالبابين. طيب اهو الديسك دي كده البلاتفورم كلها على بعضها والباب لوحده. طبعا الحاجة اللي هتتحرك منطقيا انها تبقى اوبجكت لوحدها. يعني انا مثلا لو البلاتفورم ده في حاجة تانية هتتحرك، ما ينفعش ان انا اعمله ميرج. ما هو طبيعي لازم كل اوبجكت هحركه زي الكونسبت بالظبط في التحريك في ال 2D. ان احنا لو عندنا كاركتر مثلا او شخصية بنقطعها لايرز وبنظبط عشان لما نحرك. احنا برضو نفس الكلام هنا. فلو جيت مثلا على الجيت ده هو يعتبر كان نص ديسك ومعمول له سيمتري. طب ممكن حد يقولي طب ليه؟ طب ما انا كان ممكن اعمل اتنين واحرك كل واحد لوحده عادي، ما عنديش مشكلة. بس انا عشان الاتنين هيتفتحوا مع بعض متساويين بالظبط، فانا اسهل ان انا اعمل نص واحد اهو واحطه في سيمتري، فهيبقى الحركة كده. انما لو واحد مثلا يتفتح الاول بعدين التاني وراه، ففي الحالة دي ما ينفعش ان انا استخدم السيمتري. بعدين عندنا دي اللي تحت اللي هتطلع وشايلة الدرون، وانا عندي الدرون بالشكل ده. الدرون اوبجكت كله على بعضه وجواها المراوح. يعني ده كده الجسم بتاع الدرون وكل واحدة من دي مروحة. عندي كل دول ده الحاجة المرتبطة بالسين الكاميرات، وانا مستخدم في اللايت HDRI زي ما احنا شايفين هي اللي منورة المشهد عندي. فانا عندي ده الدوم وعندي الكاميرا. طبعا بالمناسبة الفيو ده ايزومتريك فيو. اقدر اجيبه ازاي؟ ممكن اجي هنا في كاميرا واختار ايزومتريك، فهيعمل لي ان البرسبكتيف بتاعي هيبقى بشكل الايزومتريك اللي احنا شايفينه ده. وعندي دول كده الطريقين، وعندي دول ادي 1 2 3 4 5 دول الخمس طيارات الصغيرين دول، وعندي ده البرج وعندي دول. طيب انا ممكن اعمل حاجة ان انا انظم البروجكت بتاعي شوية بحيث ان الحاجات اللي انا احركها تبقى قريبة من ايدي والحاجات اللي انا مش هحركها تبقى بعيدة. يعني مثلا انا دلوقتي ده الديسك ده اللي هو الكبير، وعندي دول كده دي حاجات مش هتتحرك، فيفضل ان انا اجيبها تحت كده مثلا اعملها تشايلد للديسك. البلاتفورم مفيش حاجة فيها هتتحرك، انا عندي بس دي اللي هتتحرك. دي كده اللي هو الجيت ما ننساش. تمام. وعندي ده برضو اللي هيطلع وينزل، وعندي الدرون. فانا يعتبر 1 2 3 دول كده اجيبهم فوق عشان دول يبقوا ايه، دول اللي انا هحركهم. طيب تعالوا نشوف دول ايه. دول مش هيتحركوا برضو، ممكن اجيبهم تحت كده. نفس الكلام ده ممكن اجيبه هنا. انا لسه بفكر هحرك طيارات الهليكوبتر الصغيرة دي ولا لأ، فعشان كده ممكن حتى احطهم في جروب كده. يبقى اسمي ده هليكوبتر. تمام. لان انا ممكن اخليهم مثلا هم في مكانهم، بس على الاقل ممكن اخلي المروحة من دي بتتحرك مثلا. ممكن واحدة تبقى بره بعدين تيجي تنزل مكانها هنا. ايا كان، بس خلينا مركزين دلوقتي في الايه، في الحركة الاساسية بالنسبة لي. طيب هو انا طبعا ده يعني كنت محركه بالشكل ده. فخلينا نفتح التايم لاين. بص التايم لاين هنلاقي فيه بقى ايه شوية كي فريمز كده حلوين. ممكن امسح بقى كل ده وابتدي احركه من الاول.
طيب احنا اول حاجة هتتحرك هي ان الباب ده هيتفتح. طيب فين الباب؟ احنا اتفقنا ان في السيمتري ده الجيت. فلو انا جيت حركت كده، طبعا انا كمحمود بحب ان انا اتست الحركة كده بايدي، يعني كأن ايدي هي الكي فريمز. ان اول حاجة هتحصل ان انا لو دوست كنترول زد ان هيحصل كده. بعدين ده هيطلع كده، مش ده، احنا ماسكين حاجة غلط. ده هيطلع بالشكل ده. هنا في تركاية هنجيلها، بس خلينا اول حاجة نبتدي نحرك بس الجيت. فانا دلوقتي هدوس كنترول زد كتير كده، الجيت دي هتتحرك في ايه؟ لو انا حركت كده هلاحظ ان الاكس هي اللي بتتحرك. فهاجي هنا هديها عند زيرو، هديها كي فريم. بعدين اتحرك مثلا كده شوية عند 30 مثلا. بعدين افتحها بالشكل ده كده، خلاش تختفي خالص، يعني الافضل انها يبقى مثلا سنة كده صغيرة. منساش ان انا اضغط ضغطة كمان بالشكل ده عشان يسجل الكي فريم. حتى لو جيت هنا هلاقي اهو جيت، وهلاقي فيه كي فريم اهو. طبعا عشان ازوم ان وزوم اوت بضغط الت ورايت كليك بالماوس واسحب يمين او شمال، فبتحكم في الزوم. طيب لو عايز اجي يمين او شمال بضغط برضو على الالت وبالميدل كليك او بالبكرة يمين او شمال. او لو انا مش بتلخبط من الماوس عادي ممكن اجي هنا ده يمين وشمال، اضغط على الايقونة دي واسحب يمين وشمال، واضغط هنا يمين وشمال برضو للزوم ان وللزوم اوت. تمام. طيب بعدين لو انا جيت هنا دوست بلاي، ادوس على مسطرة، الاقي ان ده فتح بالشكل ده. طيب لو انا دلوقتي عايز اتحكم بقى في الايزنج بتاع الحركة، او انا عايز اتحكم في الكيرف، يعني هل حركة الباب هتبقى سريعة في بطيئة ولا بطيئة في سريعة؟ عايز اتحكم في الايزنج بتاع الحركة، اللي هو يجي هنا بقى دور الجراف اديتور. طيب الجراف اديتور في سينما 4 دي بجيبه منين؟ يا وانا واقف هنا اضغط على التاب على الكيبورد فيجيب لي، هيحول لي ده للجراف اديتور اهو، وهلاقي هنا اتحول لي على الايقونه اللي جنبها. يبقى يا هضغط على تاب، يعني تاب دايما ضغطه ترجع لده، ده اسمه دوب شيت، ده اللي بيبقى فيه الكي فريمز. وده ضغطه كمان الجراف اديتور، اللي انا يعني طول ما هضغط تاب بحول ما بينهم، او ان انا استخدم الايقونتين دول هي. طيب لو انا جيت دلوقتي على الجراف اديتور، طبعا برضو بزوم ان وبزوم اوت بالماوس، بضغط الت ورايت كليك. لو انا جيت مثلا على الجيت، فين الجيت؟ هنا اضغط ضغطة هلاقي ظهر لي في خط هنا، بس هو هنا في حركة، بس عشان الزوم بتاعي مش مظبوط فانا باين ان انا عندي خط مستقيم. طيب لو انا عايز اجيب الزوم ان مظبوط، يا اما هقعد ازوم بقى واقعد اعمل كده وشوف بقى. انا دلوقتي بضغط الت وبطلع بالماوس فوق وتحت او يمين وشمال عشان اشوف شكل الكيرف. هنا بصوا شكل الكيرف ابتدى يبان اهو، عشان لما كنت زوم اوت كده فهو فيه حركة، بس عشان الزوم بعيد قوي فانا شايف ان هو خط مستقيم. او ان انا اعلم كده واضغط على حرف الاس على الكيبورد، هيجيب لي هيعمل له زي فول سكرين كده، وارجع كده شوية. طيب الحركة هنا الديفولت بتاعها انها بتبقى ايزي، يعني الحركة بتبقى بطيئة في سريعة في بطيئة. طيب تعالوا نغير كده. لو انا خليت ده كده وقمت شادد ده كده، تعال نشوف شكل الحركة تبقى عاملة ازاي. بس الفرق سريعة جدا في بطيئة، على عكس لو انا عملت كده. طب كده كده عشان نشوف، بص الفرق في الحركة. فطبعا الموضوع الايزنج والكيرفات ده، يعني ده موضوع كبير جدا ومحتاج ممارسة كتير، ومحتاج ان انا ابقى فعلا فاهم كل حاجة من دي بتعمل ايه. بس خلينا بشكل مبدئي نتعلم ازاي بندي كي فريمز على سينما 4 دي. فانا ممكن اخلي الحركة مثلا انها تبقى بالشكل ده كده، يعني بطيئة وكده. ممكن حتى لو انا عايز ياخد تايم اكتر ممكن امسك ده واسحبه كده لقدام شويه. طبعا انا ضغط على شيفت عشان يفضل على نفس اللاين، يعني الكي فريم ما يطلعش لفوق او ينزل لتحت. تعالوا نشوف الحركه تاني. يعني ممكن اشد ده كده شويه. تمام. ممكن اسرعها سنه صغيره. يبقى انا كده بشكل مبدئي حركت اول حاجه. طيب
لو انا دلوقتي عايز احرك بقى الباب ده، لما ده اتفتح، في الجزء اللي هو السلندر اللي تحت ده هيطلع وشايل الدرون. طيب تعالوا كده نشوف. لو انا دلوقتي انا في حاجه هنا مستخدمها مش هقول لكم عليها دلوقتي، هشيلها. لو انا جيت دلوقتي مسكت الاب ده وطلعت كده او نزلت، هو المفروض شايل الدرون. فممكن حد يقول لي طب ما خلاص يبقى انا هدي كي فريم للجزء اللي تحت ده وهدي برضو كي فريم للدرون عشان الاتنين يطلعوا مع بعض. نظريا مش غلط، بس لما انا اجي اعمل كده هلاقي ان دايما هلاقيهم دايما بيدخلوا في بعض. مش طريقه عمليه خالص ان انا لما احرك حاجتين مع بعض ان انا احرك كل واحد لوحده. طيب الحل البسيط ان انا اجي على الدرون، مش هنا ده عندي الدرون اهو، هخليه تشايلد للديسك ده. ففي الحاله دي لو انا مسكت الديسك، مين الكبير يعتبر دلوقتي؟ الديسك ده هو الكبير بتاع الدرون. فلما احرك ده الدرون هيتحرك معاه. بس لو مسكت الدرون حركته الديسك مش هيتحرك لانه تشايلد. فده الحل البسيط اللي انا كنت مستخدمه من شوية، حاجة اسمها constraint tag. خلينا ما نتكلمش عليه دلوقتي، خلينا بس في الحل البسيط، بعدين نبقى ندخل بعدين في موضوع التاجز ودي بتعمل ايه. فالحركة بتاعتي كالآتي، انا دلوقتي هفتح دي، يفضل ان هي لما تفتح ما بقاش شايفها، فهنزل دي دي كده لتحت شوية تبقى بالمنظر ده كده مثلا. بعدين هي بتتحرك لفوق ولتحت، فهدي كي فريم في الواي الشكل ده كده. طبعا هو عشان كان واخد كي فريمز قبل كده فمديه اصفر كده. طبعا لو انا عايز اشيل الكي فريمز دي هاجي على انيميشن ديليت تراك، عشان لو حد هيشتغل على ده هيلاقيها كل حاجة مش واخدة الاصفر ولا احمر ولا اي حاجة. باجي هنا دي كي فريم في الواي واطلع قدام شوية واقوم مطلعه بالشكل ده كده، منساش اضغط ضغطة كمان. طيب تعالى نشغل من الاول اهو، هنا بيتفتح بعدين دي بتطلع. طيب احنا عايزين الطلعة تبقى شكلها احسن شوية، فهنا يجي دور الكيرفات. بعدين هاجي على اب هنا، ده كده الكي فريم بتاعي ان هو بيطلع لفوق. وممكن اجي هنا على الكيرف الاقيه ممكن اشد ده كده برضه شوية بحيث ان هو يبقى، والله حاسس ان هو ماشي. طبعا كل حد هيبقى ليه احساسه بقى في الحركة ومحتاج ان هو يعمل حركة بمود معين. لو بيستخدم ميوزك فهو ممكن يعمل حركة على التيمبو بتاع المزيكا. فكل حاجة بيبقى ليها الكيرف بتاعها. بس خلينا بشكل مبدئي مثلا كده اهو. بعدين يعني يفضل قبل ما الحركة دي تنتهي تكون التانية ابتدت. ممكن اجي اشد هنا من الكيرف على طول، او ان انا ارجع مثلا هنا واجيب ده كده بالشكل ده، فلاقي ان الحركة بقت بالشكل ده كده اهو. واحد اتنين. بعدين هنستنى شوية، بعدين المراوح تبتدي تشتغل. طيب المراوح عشان تشتغل فده معناه ان انا محتاج اجي على الدرون، هلاقي مروحة اتنين تلاتة اربعة. طيب معنى ان المراوح تشتغل معناه ان هي الحركة بتاعتها هتبقى في الروتيشن. تعالوا ننزل ده كده شوية عشان نشوف. لو احنا جينا هنا، طب تعالوا نشوف انهي واحدة من دول. دي هي كده، ده الاكسس الصح، ده كده لأ، وده كده لأ، فده اهو ده اللي بيتحرك. باجي هنا عند مثلا 110 اديه كي فريم، ويفضل طبعا ان انا بقى ادي الباقي المراوح مع بعض. يعني أنا هعلم على التلاتة كده وهختار اضغط على العلامة دي. طيب لو انا دلوقتي اديت كي فريم لحاجة وما ظهرتش، يعني انا اتعمدت ان انا اشتغل على فايل في كنت شغال فيه قبل كده وشلت فيه حاجات، وفايل مش نضيف قوي او مش متنضف بمعنى اصح. لا مش نضيف، ان هو مش متظبط يعني، عشان بس اللفظ مش في مكانه قوي. عشان المشاكل الصغيرة اللي بتقابلنا دي ممكن تقابلكوا، فنحلها ازاي. فانا هنا واقف على حاجة اسمها يوزر مود. اليوزر مود ده ان انا عندي الاوبشن ان انا اتحكم
في الاوبجكتس اللي بتجيلي على التايم لاين، فانا ممكن اسحب دول كده احطهم هنا. طيب لو انا عايز اشيل حاجه ممكن اضغط رايت كليك وادوس ريموف سيلكتد اوبجكت. ده مش معناه ان انا مسحت الحركه، هو بيتحرك بس هو مش ظاهر عندي على التايم لاين. فطيب لو عايز ارجعه هاجي اعمل دراج. طيب لو انا عايز اشيل كل ده هضغط رايت كليك وهقول ريموف اول اوبجكتس. فخلينا نيجي هنا. احنا دلوقتي عندنا المروحه رقم واحد، او المروحه 0 1 و2 و3. ممكن اجي اطلع كده شويه واجي اعلم على كل دول واديهم قيمه كده كبيره، عشان طبعا السرعه كبيره قوي. فانا طبعا الفاليو لازم تبقى كبيره عشان المروحه تلف وقت اطول، بس مش في الوقت الصغير ده. فمحتاج ان انا اشد طول كده الوقت كبير، ممكن حتى يعدي لبعد الرينج بتاع الانيميشن بتاعي، ما عنديش مشكله خالص. شغل ماشي. طيب لو لقيت ان المروحه بطيئه فده معناه ان انا ممكن اجي عند القيمه دي كمان ادخلها كده، خليها مثلا على اخر الانيميشن. ممكن اعلم على كل دول وادي قيمه اكبر من دي كمان. شغل. اي ممكن اجي اعمل حاجه كمان، ممكن اعلم على كل دول واجي على الكيرف ده واقوم مخليه ان المروحه تبتدي بشكل اسرع شويه. تمام. طيب بعد ما انا وصلت لده فهحتاج ان الدرون بقى نفسها تتحرك. الدرون بقى نفسها عشان تتحرك، طبعا الحركة برضو هنا وقفت بتاعت المروحة، فهحتاج ان انا ازود قيمة كمان. طيب ممكن حد يقول لي طب ما مفيش حاجة تخليني اعمل زي اكسبريشن كده؟ في، بس انا مش عايز اعقد الموضوع، عايزين نخلي الموضوع ابسط ما يكون، ان احنا بابسط الكي فريمز اقدر اعمل انيميشن. عشان محطش في دماغي ان انا عشان اعمل انيميشن قوي اوي لازما اكون بعرف بقى ان انا اعمل سكريبتات وان انا بعرف استخدم حاجات كتير جوه البرنامج. دي حاجة كويسة، بس عادي لو انا مش عارف ده دلوقتي على الاقل اقدر اعمل انيميشن ويكون شكله حلو. فممكن اجي ازود قيمة كمان، ممكن اعمل حاجة، ممكن امسك القيمة دي اضربها مثلا في 3، رقم كبير كده، واجي اشغل. ممكن اجي اظبط برضو الكيرف بتاعي كده، فالمروحة تبتدي بطيئة بعدين تبقى بالسرعة دي كده. تمام، اعتقد كده لطيفة جدا يعني. طيب نرجع كده بقى، جيت دور على اني احرك الدرون ذات نفسه. تمام. هاجي هنا تقريبا اي مش درونز او الطيارات بتقعد بعد ما المراوح كده بتبتدي تشتغل توصل كده لسرعة معينة تبتدي تتحرك، فممكن نحركها مثلا من هنا. طيب عشان احرك بقى امسك النال اوبجكت اللي ماسك الدرون نفسها. يعني انا عندي الجسم بتاع الدرون اهو، بس خلي بالكوا ان ده مش ماسك في المروحة، بس اللي ماسك كل ده هو النال اوبجكت. فعشان كده هحرك النال اوبجكت. فهاجي هديها بقى كي فريم في البوزيشن والروتيشن. ممكن نبتدي بالبوزيشن بس الاول، اللي انا هديها بقى في الثلاث قيم لانها تتحرك يمين وشمال وفوق وتحت وقدام ورا. فهديها كي فريم في الثلاث اماكن. طبعا الدرون ما ظهرتش هنا عشان احنا اتفقنا ان احنا شغالين على حاجه اسمها يوزر مود، فهاجي هسحب ده بالشكل ده عشان يظهر هنا. ممكن لو انت شغال على فايل لاول مره تلاقي الحاجه اللي بتديها كي فريم بتظهر على طول، ده الديفولت. بس انا بقول لو انا خرجت بره الديفولت اقدر اتحكم ازاي. فهاجي اعلم كده بعدين اول حاجه بعد مثلا ده، فالدرون هتطلع لفوق بالشكل ده كده. بعدين هدي كي فريمز تاني التلاتة اهو، فاهو هتطلع. طيب تعالوا نتأكد تاني. انا اديت كده في البوزيشن
بقى عندي باللون الاصفر، ده معناه ان بقى اهو خد الحركة. طيب ممكن اظبط الايزنج او الحركة بتاعت ان هي الدرون طالعة لفوق، فطبيعي اجي هنا، اجي على الواي، ادوس على حرف الاس عشان اجيبه كده، بعدين اخليها مثلا طالعة بطيئة شوية بالشكل ده كده. ممكن حتى اخليها تاخد وقت اطول عشان تبقى كده مثلا. بعدين تثبت شوية، فتثبت شوية دي معناه ان انا اجي على الكي فريم ده. طبعا انا هنا خلي بالكم ان انا لما جيت لو فتحت البوزيشن انا شديت الواي بس الباقي ما شدتوش، فعمل لي في السمر 2 كي فريم. فهشد ده كده شوية عشان يبقوا كلهم على نفس اللاين. بعدين ممكن اخد ده كده كوبي، ده معناه ان هي هتقف في المكان ده شوية. بعدين بعد شوية كده اقوم شادد ده كده بحيث انها تطلع بره، واقوم جاي هنا على الدرون وادي كي فريم في الاكس. طيب تعالوا نشوف الحركة هتبقى عاملة ازاي. شغل، طلعت لفوق، سبتت شوية، بعدين اتحركت بالشكل ده كده، خرجت بره. طيب محتاج اظبط في الحركة شوية، بمعنى ان انا محتاج اظبط في الكيرفات. فلو انا جيت هنا في الحركة دي محتاجة انها تبقى تتحرك بطيئة مثلا فاسرع، هاجي برضو اجي على الكيرف اهو. الكيرف الاخضر ده بتاع الواي اكسس، انها طلعت لفوق وسبتت شوية. وهنا ده الكيرف بتاع الحركة الافقية دي، فممكن اخلي ده شد ده كده شوية بحيث الحركة تبقى بطيئة بعدين فاسرع اهو. ممكن حتى اشد ده كده شوية عشان ما تهديش التهدية اللي في الاخر دي. طيب لو انا عايز اسرع الحركة طبعا محتاج اقرب ده كده شوية. تمام. طيب لو انا عايز اخلي الحركة احسن، ان انا ابتدي اخلي بقى ان الحركة الدرون وهي بتطلع لقدام بتميل شوية. طيب تعالوا نشوف ده ممكن نعمله ازاي. طبعا الدرون وهي طالعة من هنا مش هتميل لا لقدام ولا لورا ولا يمين ولا شمال، بس اول ما تيجي تعمل كده محتاج ان انا اديها كي فريم في الروتيشن. اني واحد يعني ده ممكن، بس خلي ده مش اهم حاجة دلوقتي. انا عايزها بتكون بتميل لقدام. طبعا هنا عشان تميل لقدام هحتاج ان انا اتحكم في دول في التو اكسس دول، فهديها كي فريم في التلاتة. بعدين هاجي هنا عند النقطة دي تقريبا ممكن اضغط على حرف الار وميلها كده شوية، واقوم مديها كي فريم بالشكل ده، فهلاقيها عملت كده. وفضلت ماشية وهي مايلة، بس ممكن تيجي قبل يعني تمشي بعد ما تميل شوية كده، تقوم مثلا هنا عند النقطة دي تقوم معدولة تاني. وممكن اوقف هنا واجي عند روتيشن، دوس على حرف الار وارجعها تاني بالشكل ده كده، واقوم مسجل كي فريمز. كلها هتبقى ريفاينز بقى في الحركة، كلها ان انا بنعم الحركة اكتر. طيب ما انا ممكن ازود حتة كمان، ان انا مثلا وهي طالعة اخلي مثلا ال البلاتفورم دي او البتاع اللي هي الاسطوانة اللي شايلاها دي، هي بتبتدي حركتها مثلا من هنا. ممكن اديها كي فريم برضو في الروتيشن، ان هي وهي طالعة تكون بتلف بالشكل ده، فالحركة هتطلع عاملة كده. بس يفضل ان انا اخلي الروتيشن بينتهي مع البوزيشن عشان ما يلفش الحتة اللي على الفاضية دي. اجي هنا، بصوا في فرق كده شوية، ممكن اجيب ده هنا كده بس الاتنين يبقوا في نفس التايمز. شغل. ممكن اظبط الكيرف.
طبعا الموضوع محتاج تجربة، لازم نجرب كتير عشان ناخد على الجراف اديتور والتايم لاين وتبدي كي فريمز ازاي. كل الحاجات دي لازم نجرب كتير عشان بعدين ابتدت تطلع. طبعا عشان احنا لفينا ده، فالاتجاه اتعكس بالشكل ده. طيب عشان اتلاشى المشكلة دي، يعني ممكن ان انا ممكن اجي هنا كده، ممكن اشيل الكي فريم بتاع الروتيشن. يعني طبعا اشيل الكي فريم قبل ما تلف مش بعد ما تلف. اشيل الكي فريم بتاع الروتيشن، اجي في انيميشن هنا، اجي على مش ده اللي المفروض بيتحرك وانا واقف طبعا على البتاع الاسطوانة دي، رايت كليك انيميشن ديليت تراك. بعدين انا عايزه هنا، هو كان على الزيرو فانا عايزه يبقى هنا عند الزيرو، هعملها بقى بالعكس. بعدين اجي هنا اخليه بيلف مثلا الاتجاه ده، مثلا اي اتجاه، عشان انه هو طالع كده يبقى النقطة اللي هيوصل لها دي النقطة اللي انا عايزه يمشي فيها في الاخر. كل الحكاية ان انا عملت الموضوع بس بالعكس عشان يبقى مظبوط، ما يعملش ان هو راح في الاتجاه التاني ده. بعدين ممكن اجي برضو اظبط كده في الكيرف شوية، بعدين ما راح تشتغل تطلع لفوق. تعالوا نشوفه كده على كبير. بس كده، ده كده كان اول انيميشن لينا. اتعلمنا ازاي ندي كي فريمز، اتعلمنا الاوتو كي فريمنج. طبعا احنا ما استخدمناهوش دلوقتي، انا شخصيا مش بحبه قوي. طبعا هي مدارس، في ناس بتحب الاوتو كي فريمنج، بس انا بحس ان انا بحب ان انا اتحكم في كل كي فريم لوحده. ده بحس ده بيديني تحكم اكتر. في ناس تاني العكس، جرب ده وجرب ده ولا ترتاح له استخدمه. عرفنا ازاي بوصل للجراف اديتور، جربنا ان احنا نعدل في الكيرف شوية. فده بشكل مبدئي ابسط حاجة ممكن نقدر نعملها دلوقتي. جربوا كتير، الانيميشن محتاج تجربة كتير جدا. بس كده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم واشوفكم في فيديوهات قريبة ان شاء الله.